بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. بەڕێزان و خۆشەویستان، سەلامی خۆی گەورەتان لێبێت. لەگەر دەرسی دێم لە کتێبی الأصول من علم الأصول گەیشتنە بابەتی الأخبار کە باس لە پێناسەی حەدیثی پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم یان فرمودەی ئەوەی ڕەفع کرا لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، ئەوەی پاڵدراوەتە لای سەحابی و تابعی و زۆرەکانی و ئەقسامەکانی. تعريف الخبر بداية بزانين خبر كجمعكي أخباره معنى تسيه لروي زمانواني النبأ يعني هوال، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هشتك بادرة بتلاقي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقول فرمود بي، فعل كردار بيت، أو تقرير الدان بيدانان بيت، أو وصف يعني صفتك بي لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام على أحكام كثر من القول. دري زورك بيشتتي بري باسي أحكامي شي زور ما كرت لا قول ده. وأما الفعل فإن فعله أنواع، بلان بين السر فعلكي زاني فعلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنزوري هي. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، أو فعل كردوانيك بيغمبر كرتي صلى الله عليه وسلم ببي طبيعته السرشتي خوي. جبلة أو شتيك إنسان لسر خلق كراوة، جبل عليه يعني طبع عليه، وكل طبيعته السرشتي مروفك كالأكل والشرب والنوم، مثلا خواردنەوە و نوستن. لەوانەیە کەسێک زۆر دەنوێ هەیە کەمتر دەنوێ، هەیە زۆرە خواردنێکی پێخۆشە هەیە پێخۆش نییە، هەیە زۆر خواردنەوە دەخواتەوە ئاو بابەتانە هەیە کەمتر دەخواتەوە. فلا حكم له في ذاته، أو بابەتانە هیچ حکمێکیان نییە لە ذاتی خۆی، بڵێن ئەکل، شرب، نەوم، شربی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خواردنەوەی، بڵێن ئەو شتە واجبە لە سەرمان وەکوی بکەین، مندوبە، مباحە، هیچ حکمێکی تایبەتی نییە. ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. زاري وهي أتو أمرت بي ذكري يا نهيت لي ذكري لبس سببك، وقد يكون له صفة مطلوبة. زاري وهي أو كارانا كوكو خواردنا وبابتانا يا نستنا صفتي هي مطلوبة داوا كراوة توا أو كاتي حكمي خوي وردقري، كالأكل باليمين مثلا خواردن بدا استراست، خواردنا وبدا استراست، أو منهي عنها يا نهي لكراوة، كالأكل بالشمال وكو خواردن بدستي تسبا. أو بشي يكم دومينيان. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، أو كرديتي ببي عادتي خوي أو عادتي كراهة ولا السري، كصفة لباس أو زلكانيك لبري كردي الشوازكي تزوركي، فمباح في حد ذاته. لحد خوي دا مباحة تزلكي وكو بيغمبر لبدكي صلى الله عليه وسلم، زلكي وكو قومي خود لبردكي حلالة. وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه للسبب، بلام زاري وهي نهيت لي ذكري أن أمرت بيغرك لا بس سببك بون لا حالتي نوجد حدودك لبو تزلكو بارك، لا حالتي أويك وتزلكو بارك كانت تايبة وكو شعارك لبو كافر بباور كان أو حكم خوية كدروسنية أو لا بس سببه. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، هندك كردوي بيغمبره عليه الصلاة والسلام تايبت وبخوي، فيكون مختصا به كوابي تايبة بوي ناكري كسيتشكا لويدا تقليدي بيغمبر بكاته عليه الصلاة والسلام، كالوصال في الصم والنكاح بالهبة، وكو وصال لبروجيبون كالشويش فتار نكاتوا دو روج سي روج لسر يك بروجيبي ببي اوي شويش هيت فتار بكاتوا اويان تايبد وبيغمبر عليه الصلاة والسلام. والنكاح بالهبة يان جن مارا كردن ببي ماري بهبة، هل وكل القرآن هاتيا وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، آفرتك أجر خوي بخشية بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبيغمبر واستماري بكات تايبد بيغمبر عليه الصلاة والسلام. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. باشا أمك وملك كردار ماني بيغمبر كرديتي عليه الصلاة والسلام سون دتواني بريار بدين أو كرداري خاصة بوي تايبة بوي، فرميت نابي كرداري بيغمبر ببي دليل بري تايبة بوي لبرتسه، لأن الأصل التأسي به. سنك أصل قاعدة قشتي أويا أما تأسي بيغمبر بكين صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداي بكين أو كردواني أو كرديتي مش بكين ناي كرديتي وازي ليبينين. بلام أجر بلغها بو لو أصلا لا ددين أو كاتك أو تايبة بيغمبر
عليه الصلاة والسلام. الرابع سارمين زور لكردار كان بيغمبر عليه الصلاة والسلام ما فعله تعبدا أو وكو تعبد كرديتي، يعني وكو عبادة، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. أو كاتي طبعا واجب لسر خوي لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى دقينيت مسلمانان، مثلا آياتش لسدادة بزي عبادتك كات هشتا نجيشتي مسلمانان بمسلمانان را نجيان دوا لو حالته دا واجب لسروي حتى بيان را دقيني، ثم يكون مندوبا في حقي وحقنا على أصح الأقوال. أو زباشان أوشتاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعبادة كرديتي أو دبيت مندوب بنسبة إيما وبنسبة ويش، وذلك أنه فعله تعبدا لأنه فعله تعبدا أو هذا يدل على مشروعيته بلغي لسروي كدرستا، والأصل عدم العقاب على الترك، أصل ونكردنكي عقوبة للثانية فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. فرمشتيش مشروع دبي وسزانية لستركني كوابي أبيت مندوب. مثال ذلك بزاني استنى منشي السبيلين حديث عائشة أنها سئلت دائما عائشة رضي الله عنها سيب السياري لكرا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، بس اشتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دستي بيدك السرتها كاتك أهاتو مالي فرمي قالت بالسواك، بيغمبر صلى الله عليه وسلم بالسواك كردن دستي بيدك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، كوابي كاتك ستو مالي السواك بكادين تنها فعل فيكون مندوبا كوابي دبيت مندوب. مثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، بيغمبر صلى الله عليه وسلم فنزكاني لنا وردين وريشي دا أنا ولنا وريشي دا أنا لو أوي أو بكات أو كي بكاته لدى ده. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، كابي تخليل اللحية كبنزي بيناو ريشت أو داخلني لشوشتني دموتساو سنكرو أويك خلق ددبيني برانبرت كابي ناو وي موكان نابيندري بيناو تري وجه حتى يكون بيانا لي مجمل، حتى أبرين والله أو بياني مجملة نيفرموا فاغسلوا وجوهكم أوش داخلي وزه نخير أو مواني ناوة يعني أو مواني كدريج ولا حدي روحاتي تخوار دريج وهاتي تسسينجت أو بيناو تري وجه كوابيت أو بياني مجملة كنية بلكو أويان تايبتا لبروا مجرد فعل يكون مندوبا دبيتا مندوب السنة بكي باداشتها. الخامس بينزمين زور لكرده وكان بيغمبر عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، أو كردواني كرديتي وكرون كردنا ولا بو مجملك لقرآن هاتيا للسنة بيغمبر هاتيا عليه الصلاة والسلام، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. طبعا واجب للسري حتى بيانك رود داود يتبش سنك واجب للسري تبليغ بكات، يعني مجملكي تبليغ دكات واجب روني بكاتوا، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقي وحقنا. همان حكمي أو نصي دبي كبيان كراوة كوابيق النص مجملك واجب تفصيلك شي واجبة بيانك بيغمبر شي واجبة صلى الله عليه وسلم، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا. أجر واجب بيت مجملك بيانك فعلك بيغمبرش واجب دي بنسبة إما وبنسبة إيش، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. أجر مندوب بفعلك الأصل ده تفاصيل ورون كرنا وكش مندوب دبي. مثال الواجب إنه من واجب وكسي أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجي واجبي كرديا روني كرتو تسون دكريت بفعل وبكرده ويخوي أو فعلي واجبة لو سنك آية كذا فرمي وأقيموا الصلاة مجملة، بلام أقيموا أمرا مجرد لقرائن لبو وجوبة، بلام نيوجكي تسون بكين أو واجبي بو تفصيل عمليك بيغمبر كرديت صلى الله عليه وسلم كوابي بياني واجب بيانكش دبيت واجب. مثال المندوب نمني مندوب سيا صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك للطواف بيتو دور كعاد سنة نويجي كردوا لبشت مقام إبراهيم سلام خويا لسبت باش.
أو دور كعاتة بيان ولا بو فرمودي خواي جوري كذا فرمي مقام إبراهيم بكنا زيجان ويشكردن سنويجك سن ركعات لتنشتي بين لبيشي بين پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكر دوروني كرديتها باش واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لبو وجوبة نخيل لبو ندبة كابي بياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو ندبة حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية پیغمبر عليه الصلاة والسلام بلو مقام إبراهيم رويشت وأو آياتي أخوين دو والركعتان خلف المقام السنة كابي أود ركعتان السنة وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء أدي تقرير دان بيداناني پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسشتك فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره فلو كان قولا كان أم فعلا دليل لسر هبون لسر أو وجهي كوا تقريري لسكر ديان يعني كردويك لبيش شوي كرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم آقادار بو بشوازي كرا هيت إنكاري نكرت رزامندي نشانده أو سون كرايا بو شوازة مشروع أو درسته أو زب قول بي أو قولي دك لله خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بآقادار بونيوي يعني فعلك بآمد بونيوي بكريت مثال إقراري على القول نموني إقراري لسا قول سيا إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء كلا كتسيش بسيار خوالة شيء أين الله قالت أوش وتي في السماء لآسمان ومثال إقراري على الفعل إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد يتشكل صاحب السرية كان كبيغمبر صلى الله عليه وسلم السرية شي ناردبو كقرانا ويكا شيان قوتي أي بيغمبر إخوة أو فلانكس هر نوجه شي يبدأ بو إما ذكرت كوتايكير سورة يشخين باقول هو الله أحد لدو دخوينت فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فريم بسياري ليبكن لبرت السبب هو كارك أو ذكرت فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها صحابة كفرموي صفتي خواي قوريتي دايا ومن بيم خوشة بيخوين ما خوشم دوي قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه فرمي خبري بيبدن كخواي قورش أوي خوش دويت كابو إقرار لسر أو فعلي بي كدرستا ومثال آخر نمونية شتكا إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام عندك حبشة كان جميعا ذكر بحرب وبابتانا لمزجوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم تمشاهد كردن إنكاري نكردن لبناو تأليفي ضليان كان دينا ناو إسلام وإنكاري نكردن فأما ما وقع في عهدي ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له أوش بابتي شي وردة لها مكتبة كان باس نكرها لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شتك كرابيت پیغمبر آقادار نبو بي صلى الله عليه وسلم بلام إنكار نكرابيت أبيت حجة لبرتسه لبروي كأنه خواي قوري إقراري كرديه هو بيدرن إقرار الله هل وكو إقراري پیغمبر هي صلى الله عليه وسلم تقريرات إقرار الله شيء وأوش لحديثك ورجيلا ولا نمونيك لذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا رضي إخوان لسبي بلغيان هنايته لستدرستي عزل أبي كسك لك لحالة الجماع ده نيلت آوك باستلاو الرحم آفرتك جستي آفرتك بيدرن عزل لو أوي حمل دروس نبي فأوشت لسردمي بيغمبر ذكرها صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه جابر دفع مرة زي خالد السبي كنا نعزل والقرآن ينزل فرمي إما عزل ما ذكرت قرآن جداد بس معناه يسيا معناه هشتان قرآن داد بزي أجر حرام با درست نبا آيات داد بزي كنهي لك لبروا حديث متفق عليه أو قصي جابر وزاد مسلم قال سفيان فرميت ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فرمي أجر شتيك با نهي ما لكرابات أو القرآن نهي لذكردين ويدل على أن إقرار الله حجة بل قسي لسروي كأجر لسردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمان كان الصحابة كان نك طبعا كافر الصحابة كان أجر إيش يشي عن كردبا وحتى منافق وكافر كانش أجر إيش يشي عن كردبا
ئەگە قورآن نەهی لێ نەکردبان ئەوە یعنی دروستە. باشە دلیلی زیاتر چێ لەسەرەوەی أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم. أو فعلاني كمنافق كان ديان كرت كفعل حرام ومنكر بون خواهي قولة آياتي دا دبزاند روني دا كردو لبو الصحابة كان لبو بيغمبر الصحابة كان أوان ديان شاردوا خواهي قولة أشكراي دا كردن. فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. بەڵگەی لەسەرەوەی شتێک کرابی و خوای گەورە بێدەنگ بوو بێ یعنی ئاەتیدا نەبەزاند بیت دیارە دروستە. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه استنمونا ما نهينا ولا قولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لس فعلي لس إقراري دين لسر وصفي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نمونة سيئة. أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس پیغمبر عليه الصلاة والسلام سخيتريني خلق بو وصفتش پیغمبر عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته أديوي بادرات الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصف كده لخلقته يعني لجستي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیاوچی کودرێک کەرەگەد بوو بەڵام نەدرێژ بوو نەکورد بوو. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ئەستا تەقسیمەکە کەمان هەیە لە بۆ خەبەر و لە بۆ ئەحادیث بەپێی ئەو کەسەی کە پاڵ دەدرێتە لای. ئایا فرموودەی چییە؟ ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى 3 أقسام. دەبێتە سێ بەش لەو ڕوویەوە. مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع مان هەیە حديثي مرفوع خبري مرفوعيان خبري موقوف وخبري مقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما أو بادر بتلاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كفرمودي ويا كردوي ويا أو زيان حقيقة يان حكمي لسر أدري كويس مني لسدينه. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره أو كبادر تلاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مرفوع حقيقة فرمودي بيغمبر مباشرة كردو كانتي إقرارات دان بيدانا نكرتي. والمرفوع حكما أدي أوي حكم مرفوع لبوها ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. أوي بقدر الله السنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم مثلا برين من السنة يوم معنى حكم مرفوع لبوها يامبري كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي وازبو وش معنى حكم مرفوعه. ومنه قول الصحابي هروها أو حكم مرفوع له هي كالصحابي ده فرميت أمرنا أو نهينا أو نحوهما فرمان مان بيكرا نهي مان ليكرا لو شتا يوديان بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهي ليكردون وفرماني بيكردون هر تسند بصراحة نيان قوتيا بلام حكمي مرفوع لبوها كقول ابن عباس رضي الله عنهما فرميت أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فرمان كراوة بخلق فرمانيان بيكراوة بخلق كآخر شتيان لحجزيان لعمرة لحجز كما بس في زياتر أويك بيت بيت يعني طواف كان لبيري لدوري بيت هلوك بيدرن طوافي وداع آخر كردوا بلا حزده إلا أنه خفف عن الحائض بلام لحائض تخفيف كرا طوافي وداعي للسرني أرسل طوافي وداع واجبة بلام لسر حائض واجبني. وقوله عطية دايش عطية فرميت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إما نهي ما لكرا بلوي بدواي جنازة كان دابك بروين لبو قبرستان بلام نهيك بعزم بتأكيد ونبو كوابي نهينا حسابي مرفوع له ذكر كأنه بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهي لكردن. دومين زور الموقوف موقوف تسيا ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع أويا بادرا بتلاي الصحابي بلام وكن من كان بيشتر حكم رفع لبونية وهو حجة على القول الراجح. آية موقوفش حجته وكو مرفوع چونکە مرفوع ئەو فەرمودەی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم کردەوەی پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام تقريراتي بەڵام ئایا موقوف قسەی صحابیە ئایا ئەوەش حجەیان حجە نیە فەرمێ لەسەر قەولی ڕاجح حجەیە
إلا أن يخالف نصا أو قول الصحابي آخر، مجر مخالف نص شبي يعني مخالف قول الصحابة كبيت. أجا مخالف قول الصحابة دي يعني الصحابة كان اختلاف يعني هبوا كابي قول يكشيان راجح تانية ليكشيان يعني أو لا ترني إلا ببي دليل نبيت كابي نبو حجة. بلا مجا الصحابة كان هيتس مخالفيا نبو أو كاتي أبيتا حجة. فإن خالف نصا أخذ بالنص، أجر قول الصحابي مخالف النص شي حديث يعني قرآن بو قصة لبو حجتك لبو نص نكلبو قول الصحابي. وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. أجر مخالف قول الصحابة كجبو كاتي شيهاني الراجح تلو في دليل كانت كا يجبي ذكرت. باش الصحابي شيء بالصحابي دادنري وشيء بالتابعي دادنريت. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي أو كسي كوب بيتو لقر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بإيمان داري ومردبي لسر أو إيمانش كابي كسك لقر بيغمبر كوب بيتو صلى الله عليه وسلم بلا مرتد بوا بيش وفاتي يو بيناوتي الصحابي كسك لسردمي بيغمبر جيا صلى الله عليه وسلم إيمان داري جوا بلان بيغمبري نديتي عليه الصلاة والسلام أوش بيناوتي الصحابي وكو ويسي قرني كابي دبي لسر إسلام ومردبي. والمقطوع بين السرد زوري السيام كبيدرين المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده أوي إضافة كابلو لا تابعي قصي تابعي بيان إدواي تابعي. والتابع تابعي شيء من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. كسك لقى الصحابي كوبو بيتو اجتماعي هوي لقري بلقائك يشتبت وبإيمان داري يعني إيماني ببيغمبر هبو بي عليه الصلاة والسلام ولسر أو إيمانا وفاتي كردبت. أقسام الخبر باعتبار طرقه استبزاني بشكان وزوركاني خبرتي باعتبار طرق كان رقايا كان يقشني بإيمان. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحد. أبيت دود زور دوبش متواتر ما هي أحد هي. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوا إلى شيء محسوس. جماعتك رواياتي عن كردبيت أنش لجماعاتي اشتكى كالزوربن مستحيل عادة أو أنا هميان كوب بنو لسردرو مستحيل اتفاق كان لسهل بستني أو حديث وهميان نقل كان أو لو طبقة كنفس الشت ودبي إسناد بكن لبوشتيشي محسوس وبرزسته يعني بريس سمعتو كوتاي روايتك يعني لسر السماع ورؤية أو نبي يعني محسوس بي نك مثلا صدكس شتك رواية كان لصدكسي لدو صدكسي لصدو بنزاكسي يعني جماركين جماري متواترة بلام كوتاي قصكيان محسوس نية مثلا دي ظننت أن فلانا قال واتي دقن فلان كسو هايقو اي او نابت محسوس ولكم محسوس او يبري سمعتو يان بليبون من رأيت لسر محسوس بيت. مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هر كسيك درو هالبستي سرمن بزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم درو هالبستيت فرمي بعمدن بيت او با زيغاي خوي آماده بكاو زيغاي خوي بقري لا جهنم ده. دومين الآحاد ما سوى المتواتر زقل متواتر كنقات أو استجمالكي كم تربيت أو بيدو قلت أحد من حيث رتبة 3 أقسام لروي رتبي ورقرت نورات كرنوي دبيت السيبش صحيح حسن وضعيف. طبعا متواتر هم الصحيحة بيزبونا كاتو لي بقول للرجال كاني ولا أحوال كاني بلام آحاد ليكورينوي ده. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. حديث صحيح سيا أويك عدلك نقلي كريبان أو كسي نقل ذكراويك عدل بيت عدليش طبعا أويك فاسق نبي قناهي قسكي بردوام نبي لسر قناهي قوري نبيت بالغ بي عاقل بي مسلمان بيت خفي تام الضبط ضبطي شي تواو بيت يعني لبيت سونو قوريني وشو كلمات كانوا أبابتاني لنبي استرابي بسند متصل
وبس سندێکی متصل يعني پچڕانی نەبی هەموو طبقەکان لە یەکتریان جێ لێبوو بی وخلا من الشذوذ دەبێت شاذیش نەبی کە شاذ ئەوەیە ما خالف الثقة الثقات يعني من هو أوثق منه كسيتشي السقية بەڵام لە مخالفة حديثەکەی لەگەر کۆمەڵێک سقاتی زۆر یان لەوانەی کە لە خۆی ئەوسەقترن وعلة القادحة دەبێ علەتی تێدا نەبیت کە علەش علمێکی زۆر دقیق و وردە لە علومی حديث لا سندیشدا هەیە لە متنیشدا هەیە والحسن حديث حسن سيا ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة يك جیاوازی لقى الصحيح ضبطك خفيفة يعني راويك ضبطي خفيفة ناقات ضبطي أويك الصحيح رواية كردية ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره حسن حديثي حسن أقلت سن طريقك هات بيك وبرز دبنو لبو رتبي الصحيح بلان بيدغوتي الصحيح لغيره سوك الصحتك لبزاتي خوينيا لبر طرق كان ككوبينوا والضعيف زوري السيام حديثي ضعيفة ما خلا من شرط الصحيح والحسن أو مرزك لو مرزاني لدز دابيك للصحيح وحسن داهية يعني كسك ضبطي نبيت يعني عدل نبيت يعني سندكي منقطع بيت يعني شذوذها بي يعني علتها بيت ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره حديث ضعيفش أجر طرق كان كوبنو لكوملك طرق هات دقات درزي حسن بيدغوتي الحسن لغيره بلان بمرزك أجر بالشوازك وهنديشيان بركنوا نق ضعفكي بهوي اتهامي بكذب الراوي يعني بضعفيشي زوري كتأثيري لأكاو بقوة نابت وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف هم أقسامنا حجية صحيح حسن بلام ضعيف حجانية فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها بلام هي استدانية أجر باز بكري حديث ضعيف لبو الشاهد وكو شاهدك مثلا حديثك الصحيح معناه حسن معناه بس بابتك دكات أو حديث ضعيفش بهمان شوى أو بابتي تأكيد دكاتوا كوابت الشاهد لبوي دكري بس لي بكريت صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء بزين أداء حديث كجيرانه وجاندني تبا كساني دي آية سن صيغيه بسن شوازيه حديث تحمله هي أدائه فالتحمل أخذ الحديث عن الغير تحملي حديث أو حديث لغير خوت وربقري والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير أو حديثك تبليغ غير خوت بكي أو شيان أداء وللأداء صيغ منها أداء حديث كجاندني تبا غير خوت كوملك صيغيها يكميان حدثني لمن قرأ عليه الشيخ لو كسك الشيخ كلبوي بخويني توا طلع حدثني نايو الشيخ كيديني دومين أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ كسك الشيخ كلبوي بخويني توا حديثك يان خوي حديثك إلا الشيخ بخويني توا ذكري كلمة أخبرني بكاربيني سيمينيان أخبرني إجازة أو أجاز لي خبري بيدام بإجازة يعني إجازة بيدام مولتي بيدام لمن روى بالإجازة دون القراءة أو كسيك روايات حديثك بكا بري بيدان وإجازة مولت بيدان نكبة قراءة خوينوا إجازة هي والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة أوي رقاب دا بالطلبكي وبقتابيكي كروايتكاني بجريتو تبليغ بك أقل لك نشي نخوين بيت صار منيان العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن أوي عن روايتك عن فلان عن فلان وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس حكمي أو زورة حديث ورواية كردنا أو زورة الصيغية أوي كأصل واي متصلة مادام أو كسي عن كي كردية مدلس نبيت مدلس أوي كناوي شيخكي بناوي شننا سراو بيني بونونا فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث أو كاتي كسكا معروف بتدليس أو حكم ناكري بويك أو حديثة متصلة عنك إلا ما قرب صراحة بري حدثني
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. فرمي أو بابتا موضوع زياتري تدايا وزوري زياتر هي لعلم مصطلح حديث باز ذكره، بلام أوي باس ما كر كفاية لو قناغو أو مستوى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.